السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ندير معكم كيش تاع الدجاج بعجينه مختلفه. نبداو بسم الله على بركه الله. كما قادين عندي رشه تاع الملح، 2 ملاعق كبار تاع الزبده، خميره الكيميائيه، كاس فرينه، نصف كاس حليب، صفر حبه تاع البيض. اول حاجه نضيف حوالي ملعقه تاع المايونيز. ملعقه تاع المايونيز هنا تكون كبيره، عفوا على الاضاءه. صفر حبه تاع البيض، وهنا الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ. نضيف الكأس الأول تاع الفرينة، الدقيق الأبيض، نضيف هنا على رأس المغرف الخميرة الكيميائية، نزيد نضيف الكأس الثاني تاع الفرينة، الدقيق الأبيض. هنا شوفوا العجينة كيفاش راني نديرها بالأطراف تاع الأصابع ديالي. ودوك نبقى نضيف الحليب تدريجيا. هنا 2 كيسان تاع فرينة رفدت لي بنص كاس حليب. والعجينه هذه المايونيز هي اللي تعطينا هذيك الخفه ديالها. دوك نكمل نعجن العجينه، يعني نلايمها. هذا هو القوام تاع العجينه. دوك نغطيها ونخلوها ترتاح لمدة 20 دقيقة، ونروح نحضروا الحشو. اما بالنسبة للحشو، عندي هنا كأس كريم فريش، نضيف لهم حوالي يعني 4 حبات ولا 5 حبات تاع الجبن. انا هنا عندي تاع الميزان، يعني عندكم ميزانكم. دوك ندوز نخلطهم بالباتر ولا بالميكسور، يعني حتى يذوب هذاك الفرماج مليح. انا من جهه واحده اخرى عندي ورق الطاي، عندي هذا السيرسو. وانتم تقدروا الى عندكم مول مدور يعني عادي، اي مول تقدروا تستعملوه. دوك نفتح العجينه، والعجينه كي تفتحوها يلزم تكون رقيقه. نستعين بشويه تاع الفارينه. آه، هنا بعد ما فتحت هذيك العجينه نجوز نشكلها في هذاك السيرسو. قلت لكم الا عندكم اي مول عادي تقدروا ديروه.
بعد ما درت العجينه في هذاك السيرسو، دوك نجي فرشيطه، ندير ثقوبات مليح باش العجينه ما تنفخلكمش. ومن الجهه واحده اخرى كنت صدرت تاع الدجاج، جبته طيبته في صوص بيضه، عندي شويه تاع المعدنوس، الجبن المبشور، نخلطهم في هذيك، نخلطهم مع لا كريم فريش والجبن. هنا كنت قطعت شويه تاع المعدنوس، كميه من الجبن المبشور. وهنا الجبن المبشور الا ما عندكمش يعني عادي تكتفيو غير بهذاك لا كريم فريش والجبن تاع الجبن الابيض، نخلطوهم مليح. ونكون الفرن ديالنا نكون مسخن على 180 درجه. دوك ندخلها للفرن طيب. نزيد نضيف لها الجبن المبشور. قلت لكم هذا الجبن المبشور ماشي مشروط، يعني غير كإضافة. ونشوفوها في طبق التقديم إن شاء الله. هاي خياتي بعد ما خرجتها من الفرن. نتمنى الوصفة تاع اليوم ولا فيديو تاع النهار تاع اليوم يكون عجبكم. هاي هنا بعد ما يعني صراحة انا ما خليتهاش بردت، مباشرة قطعتها. نتمنى لا فيديو تاع النهار تاع اليوم يعجبكم.